صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انت بتشوفه في الفيديو. بتقولي ايه يا ام اياد؟ قولي لنا يلا. رحنا انا وخالتي النهارده ام اياد السوق عشان نشتري تسويقه كده، عشان ايه؟ نعمل مخلل يفتح نفسنا على الفطار في رمضان. قولي لنا احنا جبنا ايه يلا. لو كنت انت نسيتي كده تعملي المخلل وتقولي انا نسيت او مش هنلحق. مش هتلحقي. لا هتلحقي. تعالي هنوريكي هتلحقي وهتعملي ايه. النهارده جبنا ايه؟ فلفلايه، فلفل شطه احمر واخضر، وجبنا كرات دوان. ايوه قولي لنا الاسعار بقى. وجبنا خيار. ايوه وجبنا جزر، وجبنا لفت جميل قوي اهو ما شاء الله. ولا البنجر، لون البنجر بالظبط اهوت طازه وجميل. وده لفت. اهم حاجه اللي هو يكون الوسط ده عشان ما يبقاش من جوه ايه ناشف ولا بتاع، يبقى حلو طري. ما قلتلناش الاسعار. الاسعار الشطه دي ب 25 وب 20. دي الربطه دي جبتها ب 10 جنيه. ايوه. الكيلو الجزر ب 10. ايوه. كيلو الخيار ب 20. كيلو اللفت ب 10 جنيه. وحاجات كلها ما شاء الله حلوه، وخير الشتاء كتير وخير ربنا كتير اهو. ايوه. وتعالي بقى نوريكي هتلحقي ان شاء الله باذن الله تعملي احلى مخلل لاحلى رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. احنا بقى بنحب المخلل بيبقى صوابع كده، بنقطعه بالقطاعه. الشكل بقى اللي انت بتحبيه حسب اللي انت بتحبيه بقى انت وعيلتك. لا هو ده احلى شكل علشان بيبقى بتحتفظ بيبقى فريش على طول كده، تحس ان هو فريش على طول. احنا عملناه الشكل ده بس زوزة قالت لنا لا تخنيه شويه، هي عايزه صوابع تخينه. ماما عايزه صوابع تخينه. انما اهو جزر لا اللفت تخنيه شويه. ماشي يلا. خلصنا بقى كده يا حبايبي تقطيع كل حاجه. انت بقى بتقطعي حسب الحاجه اللي انت بتحبيها. شكل في المخلل بيبقى ايه اهو. خليكم معانا للاخر، ما تنسوش تصلوا على النبي وكملوا الفيديو واعملوا لايكات كتير بقى يا جماعه. نسيت اقول لكم ان احنا جبنا الخياره قطعناها 4 بالشكل ده، والقرنبيط. المخلل محلاش من غير قرنبيط على فكره يا جماعه يعني. بصوا بقى يا حبايبي، غسلنا الحاجات كلها وصفيناها من الميه بتاعتها، وجبت الكبه مقطعه فيها توم، فلفل شطه احمر وفلفل رومي احمر برضه. نضربهم بقى ونرجع لكم. متشيليش مزاج. بصوا بقى جهزنا لترين ميه حسب الكميه اللي انت عاملاها. حاطين فيها بابريكا، شويه سكر، معلقتين سكر برضو حسب الكميه بتاعتك. احنا نظبط ملحنا احنا بقى. ملح. احنا نظبط الملح ونظبط ملحنا. المخلل بيحب الملح على فكره. نظبط خل. ما تكترش عشان ما يتهريش. يعني ربع كوبايه يعني. لا اقل كمان من الربع. احنا ما شاء الله بقى حسب الكميه عاملين كميه حلوه يعني اهو عشاننا وعشان عيلتنا وكده يعني. جبت كام ليمونه كده. انا عندي ليمون قضيه كنت عاملاه علبه هوريها لكم، هحطها اضيفها عليه. هنزل لكم الطريقه في اول اللي هو كان ترند الليمون صح؟ هاتي نقلب بقى المكونات كده. ورينا كده العلبه. ده ترند الليمون يا جماعه، هنزل لكم الطريقه بتاعتها في اول تعليق مثبت. كمون يا جماعه بيودي اللي بخلي في حته تانيه. نبدا بقى نضيف الخلطه كده على البرطمانات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الميه. نبدأ بقى نضيف المية بالخلطة اللي احنا عملناها. خلاص يا حبايب قلبي تمت تعبئة البرطمانات بنجاح. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. انتوا عارفين يا جماعة احنا النهارده ايه؟ النهارده يوم الخميس، يعني ان شاء الله بإذن الله بكرة السحور. كل سنة وانتم طيبين. بس هيلحق ما تخافوش، هتاكلوه هتستمتعوا بأحلى طعم مخلل اهو. حاجة بنظافة، حاجة رخيصة. وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. احلى مخلل فاتح شهية
معلش رجعنا لكم. دي الكميه اللي فاضت مننا، حطيناها في كيس اللي هو كيس التلاجة، هنحطه في التلاجة مش هيحصل له اي حاجه. كل ما البرطمانات تقل هنزودها. احلى فاتح شهيه على سفرتك على الفطار في رمضان، هتعمليه بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا وبارخص الاسعار. تابع الفيديو للاخر وصلى على النبي، صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.